عيش يومين. عيش هو. والله ما دام اشتغلت الشغلانه دي يا ولدي لا خليك تتمتع بفلوس. هجيب لك عربيه كمان وهروق عليك خالص. حاضر يا ماما. شغلانه السفر دي كلها فلوس. اصبر علي بس هتفرج ان شاء الله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا حبيبي. مرحبا. انت اللي تهرب؟ هرب ايه؟ عايز اطلع ليبيا يا اخي. بس اقعد قلت لي منين؟ ها؟ يا عم انا ضغط عليك. بس ده احنا في مكان عام. ايه هرب ما هربش. طب انا اقول لك عايز اطلع ليبيا. حط حسك طار. عايز تطلع فين؟ طالع ليبيا. طالع ليبيا معك 40,000. معايا ابيع الجاموسه واكمل واديك ال 40,000 يا خالد. تمام ماشي. واعمل حساب ود عمي معاك. رايح فين ولد عمو؟ وليبيا معاي. انت تنام الحين ليبيا؟ ان شاء الله. يبقى 80,000 جنيه. تمام. بدل كلامك قدامه هو عشان يقول شيء ده نصاب علي ومش نصاب علي. فيش نصب انا اقول لك ايه؟ تعال طارق. تعال طلعني على ليبيا. تعال لقيت لك الراجل. لا اله الا الله. مين ده اللي جايبوه المضمون؟ عمي. سلام عليكم. مرحبا. مرحبا. ولد عمي. مرحبا. تفضل يا خالد تفضل. تعال خالد. متاكدين ان انتوا رايحين ليبيا انتوا الاثنين؟ اكيد. احنا سالنا عليه قال لك هيقعد الحقداني هناك في الكافيه ده. انتوا هتشغلوني خلينا نقعد في الكافيه ده تاني. انت حد بعتكم لا؟ ايوه واحد. راجل فقير. راجل فقير. طب ما تخليك شغال هنا. ما فيش هنا، ما جايباش اي حاجه. طب بس دقيقة. يا باشا. لا الامور تمام. يا عم ال 200,000 بعتهم لي انت وبعت لك انا 10 رجاله. ها. لا شغله في مزرعه كويسه جايين تبعنا بقى. يا راجل عيب عليك الكلام اللي هنقوله رجاله جايبها لك السد عن الشمس. لا في دي مصلحه كده تاخد 5 دقايق وتخلص. ايوه سيبني دلوقتي خلص المصلحه اللي فيه تمام. لا مصلحه مش هتاخد حاجه. خلاص ابعت لي بس باقي الفلوس حولهم لي تحويل حتى. خلاص ان شاء الله. مع سلامة الله يا ريس. سلام. عبد الوكر رئيسين على الدور على كده حداني. التأشيرة عاملة كام؟ رسمي يا عم رسمي. طالع رسمي؟ طالع رسمي انا. طب قلت لك 40,000 جنيه وانا ما اطلعش تهريب عشان تقول جاي انت تشبر لي هنا في الحته دي وتقول ما هو اللي قال اطلعك تهريب هو. اوعى تجيب سيره التهريب احنا قاعدين هنا. اوعى تجيب سيره التهريب. اطلعش الرسمي التهريب ما شغلش فيه. ماشي يا عمي. تهريب اروح اركبك في فلوكه وتغور تقع في الميه تبقبق. مصلي ال 40,000 جنيه الدقاله حداني. طب انا اعمل لك ايه؟ طب طلع لي يا عم تهريب. تهريب؟ ما قلت يا ابني ما تقولش سيره التهريب اللي تال خد ولد عمك وقول. ههرب سنه انا شغال رسمي قانوني. طب اجيب لك منين 40,000 انا؟ امال عاوز اسافر ليبيا وبس. عايز اشتغل. ما تشتغل هتقعد لك سنه هتجيب زي بعض يا حاج. ال 40 هتدفعهم هتجيبهم 200,000. زي بعضه. معاكم 80,000 انت ولد عمك؟ 80,000 في التهريب. ما انت 40 وهو 40 نفرين طالعين. هنطلعوا الواحد بكام يعني؟ عمل لك 40 وقلب. هو اللي علمته لك ده. ما انت قلت الرسمي 40 دقيقة خليك معاي. قلت الرسمي 40. ايوه. طب والتهريب؟ يا ابني شغال تاني يقول لي تهريب. يا ابني شغال في التهريب. وهتجرسني ولا ايه؟ هتجرسني ولا ايه؟ شغال في التهريب. طب نجيبوا لك متى الفلوس يا حداني؟ صلى على النبي. عليه السلام. النهارده تجيب لي 50 تمام. وقبل ما تركب تدفع ال 30. تمام. ماشي؟ طب مش بعد بوصل بالسلامة؟ ايه ده؟ وانا مالي توصل ما توصلش؟ طب ما ممكن ما اوصلش. ايه ده؟ هتمسك هناك بالحدود. وانا هعمل لك ايه اللي تتمسك؟ انا حلم ركبتك يكشف تمشي خطوتين وتتمسك. انا مسؤول اللي موظف لك هناك شغل وسكن وفي ناس هتقابلك. تمام. ايه اللي هيخليك تتمسك؟ ما نقعد 3 ايام تهريب يا حاج ولا 4 ايام.
يا ولدي بقى انت جيتني حد مسوحكم علي. ولد عمي. ولد عمك مسوحك علي قال لك الحاج ده شغال في التهريب. قال لي لا، قال لي اطلع رسم الراجل. طب ما قال لي خذ ولد عمك ده المهر وروح. طب انت يجي انت والاستاذ مهر على رسم من فوق. الله يخليك يا حاج. انا ما شغال في التهريب، انا شغال على صف الرسمي. تمام. تهريب هتبقبق في البحر وتغوق وبطنك تتنفخ كده بالميه وتبقل. لا 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 لا، خلينا في الرسمي. بس ماشي يا حاج. خلينا في انا الرسمي. قادر اقول لك تهريب واخذ منك 20,000 واروح لزق في اي مركب وتبقبق يطلعوك تقعد 3 ايام ولا 7 ايام عايم في الميه والناس تدور عليك وتقول خليك في الوصول والرسمي. لا خلينا في الوصول يا عم، الرسم احسن. تمام يا خال. خد 15 وهناك ادي 15 زي بعضه. اخذ 15 وانا زي بعضه. زي بعضه. قول لي يا خال ما تصلي على النبي. مين اللي قال لك ان انا اقعد في الكافيه ده؟ يا عم انت اول ناس الاخر ناس تيجوا. مين اللي قال لك ان انا اقعد في الكافيه ده؟ ولد عمك؟ ولد عمي ايوه. طب صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. ولد عمك ده مسافر وعقول له خذ 15 وهناك ادفع 15. ما هو ده الرسمي. لا ما نجيبوا لك منين 40,000 احنا وهو 40 ادي 80,000. عليه اطلع ال 15,000 بتوعك ما هو مسلوك اسكندريه، ده انت رايح ليبيا. 15 اللي هتحكي فيها. 15 اللي قاعد تقول ادي فلوسنا يا حاج. على قد فلوسها؟ ايوه على قد فلوس. زي بعضه. تدفع ال 15 ايوه. اوديك اسكندريه وما اعرفش حاجه عنك بعد كده وتكمل. هتضحك فيه؟ الكلام ده فيه ضحك. لا يا عم تهريب، ده تهريب، ده تهريب. انت تنزل في اسكندريه وتكمل بقى. هذا ال 15 بتوعك هيوصلوك اسكندريه، انما عاوز ادخلك ليبيا اخذ 40,000. طب زي بعض وديني اسكندريه وخلاص. اوديك ماشي، واحد نزل اسكندريه وانت؟ انا ليبيا. ليبيا نفسها. طيب 15 و40 55 جاهزين ال 55 معاكم؟ ان شاء الله. مع الفجر تيجي تاخذكم العربيه من عند البيت. يلا يا عم ده راجل. يلا قوم قوم. اوعى تقول لحد اني قاعد في الكافيه ده. يلا تعلم. اي زبون زي كده غشيم ما عارف. تشتغلوا بالطريقه ياخذ اللي معاه ويكشي يبقبق، احنا مالنا. صح. فتح مخك عشان تطلع دغز زي ابوك. ماشي يا بابا. تمام. تمام. انا جبتك ليه في القعده معي عشان تقرا الزباين، زبون زي داخل مال هيروح يعني يبيع ذهبات وذهبات مرته وهيتصرف في الفلوسات وهيجيبهم ناخذهم احنا نبقطعوا بيهم وهو وصل ما وصل شيء بس هو ربنا يكتب سلامته ان شاء الله. ولا خلاص على كده.